أهلا بيكم معانا النهاردة. بنبص بتركيز كده على موضوع يعني بيشغل بال ناس كتير. الأجهزة الكهربائية، إزاي نشتريها من غير ما الميزانية يعني تتخلم جامد؟ معانا دليل لطيف اسمه دليل خصومات الأجهزة الكهربائية والتسوق الذكي. هنحاول نفصصه ونطلع منه بخلاصة مفيدة. أهلا بيك. وهو فعلا دليل مهم لأن زي ما بيقول الأجهزة دي أساسية خالص، بس أسعارها ساعات بتبقى صعبة شوية. الهدف بقى نستخلص من الدليل ده إزاي نحول الشراء ده لمهمة ذكية، يعني نوفر بجد. الموضوع طلع مش بس استنى التخفيضات وخلاص. بالظبط. الدليل نفسه بيركز على إن فرق السعر لنفس الجهاز ممكن يبقى كبير جدا. المستهلك الواعي بقى اللي هو بيدور ويقارن هو ده اللي بيعرف يستفيد. خلينا نشوف بيقول إيه. أول حتة الدليل بيشدد عليها قوي التوقيت، مش أي وقت زي التاني للشراء، صح؟ تمام، مظبوط. الدليل بيشير لمواسم أساسية الخصومات فيها بتبقى يعني حقيقية وكبيرة. أهمهم طبعا الجمعة البيضاء في نوفمبر. دي اللي بقت مشهورة جدا دلوقتي. جدا. وبقت ظاهرة قوية في المنطقة كلها، وبيتكلم عن أمثلة في السعودية تحديداً لأن المنافسة هناك قوية بين أمازون ونون وإكسترا وغيرهم كتير. بس الدليل برضو فيه تحذير مهم، يعني من العروض اللي مش حقيقية في المواسم دي. بيقول لازم نراقب الأسعار قبل الخصم الكبير ده عشان نعرف ده بجد خصم ولا لأ. صح جدا، دي نقطة مهمة قوي بصراحة. وكمان بيتكلم عن تخفيضات نهاية السنة يعني ديسمبر ويناير. دي بتبقى فرصة عشان المحلات بتصفي موديلات السنة اللي فاتت. ودي مناسبة للي مش فارق معاه أحدث موديل يعني. بالظبط كده. وما ننساش بقى مواسم الأعياد ورمضان، بيبقى فيها عروض كتير. وحتى فترة العودة للمدارس ممكن نلاقي حاجات على الأجهزة الصغيرة وكده. طيب، تمام. نقلنا من التوقيت. الدليل بيركز قوي على مقارنة الأسعار. هل دي لسه مهمة قوي كده مع كل المواقع الأونلاين دي؟ دي أهميتها زادت أصلا. الدليل بيعتبرها يعني حجر الزاوية عشان توفر. الفكرة مش بس تقارن أونلاين بمحلات عادية، لا، دليل بيسهل الموضوع ده جدا. بيجمع لك أسعار نفس الموديل بالظبط من كذا مكان. يعني مش أي مقارنة وخلاص، لازم نفس الموديل بكل تفاصيله. أكيد. لازم تتأكد إنك بتقارن نفس الإصدار بنفس المواصفات بالظبط بكل حاجة. والدليل بيقترح خطوة عملية كمان، اللي هي إنك لو بتشتري جهاز كبير، غسالة مثلا، تسجل سعرها في أمازون ونون وإكسترا، وتحسب كمان تكلفة الشحن والضمان. يعني تجمع الصورة كاملة قبل ما تقرر. تمام. والمحلات العادية برضو ليها دور. طبعا. الدليل بيقول مفيش مانع تزور المعارض لو تقدر. ساعات بيبقى عندهم عروض مش بتظهر أونلاين. المهم المقارنة تكون شاملة. هو ده مفتاح الصفقة الكويسة. جميل. طيب، في طبقة تانية للتوفير الدليل بيتكلم عنها، الكوبونات وأكواد الخصم. دي نجيبها منين وإزاي؟ بص، دي بقى طرق مبشرة لخصم زيادة. الدليل بيقول ممكن تلاقيها في مواقع متخصصة أصلاً بتجمع كوبونات. في مواقع لكده فعلا. أو ممكن تدور بنفسك باسم المحل وجنبه كلمة كوبون أو كود خصم. في كمان إضافات للمتصفح بتعمل كده لوحدها. دي فكرة. وحاجة كمان، أوقات المحلات نفسها بتدي خصم لو اشتركت في النشرة البريدية بتاعتهم، أو لو بتتابعهم على السوشيال ميديا ممكن ينزلوا عروض حصرية للمتابعين. بس برضو نرجع ونقول ناخد بالنا من العروض الوهمية اللي يرفعوا فيها السعر قوي قبل الخصم. طيب، لمحة سريعة كده. الدليل ذكر موضوع الشراء من بره، يعني أمازون أمريكا مثلا. ده ممكن يوفر فلوس في الأجهزة الكبيرة؟ هو الدليل يعني بيقول إن الموضوع ده محتاج حسبة دقيقة جدا بصراحة. ممكن السعر الأساسي يبان أرخص لكن لكن لازم تضيف عليه تكلفة شحن دولي، ودي بتبقى غالية قوي. وبعدين رسوم جمركية وضريبة القيمة المضافة. والأهم من كل ده كمان موضوع الكهرباء، الفولت والفيشة، لازم يبقوا متوافقين. الضمان ده حوار تاني غالبا بيبقى صعب جدا أو مش موجود. يعني المخاطرة فيه عالية شوية. جدا. عشان كده الدليل كأنه بيقول إن الشراء المحلي للأجهزة الكبيرة غالبا بيكون أضمن وأنسب عشان تتجنب المشاكل دي كلها. مفهوم. وهو بيذكر أسماء محلات ليها سمعتها في العروض زي أمازون ونون وإكسترا وجراند ستور وسيف جالري، طبعا ده كمثال في السوق السعودي. الفكرة إننا نتابع المحلات الكبيرة المعروفة عندنا يعني. تمام. بس مش السعر بس هو المهم. الدليل بيأكد برضو لازم نقرأ تقييمات المنتج نفسه من ناس اشتروه قبل كده، ونراجع المواصفات كويس قوي، ونفهم الضمان وظروفه ايه وسياسة الإرجاع. كل ده مهم قبل ما ندفع الفلوس. صح.
وأخيراً في كام نصيحة سريعة كده زيادة الدليل بيقولها للتوفير. زي مثلا إننا بلاش نجري نشتري أول ما الموديل الجديد ينزل، نستنى شوية سعره يهدى، أو ندور على موديلات السنة اللي فاتت غالبا بتبقى أرخص وممتازة برضو. فكرة عروض الباقات دي كمان لو هشتري كذا جهاز مرة واحدة. دي برضو ممكن توفر. وفي كمان حتة الأجهزة المجددة الريفربشت، بس دي بصراحة محتاجة حذر شديد. لازم تشتري من مكان موثوق جدا وتبقى فاهم كويس حالة الجهاز إيه والضمان المحدود اللي معاه. يبقى خلاصة الكلام اللي طلعنا بيها من الدليل ده إن التوفير في شراء الأجهزة مش صدفة يعني، لا ده محتاج شوية بحث وتخطيط وصبر. مقارنة الأسعار واختيار الوقت الصح واستغلال الكوبونات كل ده بيفرق. بالظبط كده. وهنا بقى ممكن نسيب سؤال للمستمع يفكر فيه بعد ما نخلص كلامنا ده. الدليل ركز إزاي نجيب أحسن سعر وقت الشراء، تمام؟ لكن هل فكرنا في التكلفة على المدى الطويل؟ يعني هل ممكن جهاز يكون أغلى حبة وقت ما بشتريه بس بيوفر كهرباء أكتر أو عمره أطول فيبقى على مدار السنين أوفر فعلا؟ دي بقى معادلة تانية خالص تستاهل التفكير.